سمعت مراتك بتتكلم في التليفون مع واحد في اوضه النوم. مرات انا بتكلم واحد في التليفون ازاي؟ يا حبيبي، يبقى راقب مراتك، خلي بالك من مراتك. اما انت شكلك كبرت كده وخرفتي ولا ايه؟ انت كل ما بتكبري في السن بتطلع منك حاجات هلاويس. الله يسامحك يا حبيبي. انت بتقولي ايه؟ انا بقول لك خلي بالك من مراتك، انا سمعتها النهارده وهي بتكلم واحد. مراتي اللي بتصلي وعارفه ربنا وما بتسيبش المصحف. يا حبيبي بيبقوا منقبات وماشيين على حبل شعرهم. استغفر الله العظيم. ياما انت بتقولي كلام، انت بتتهميني في شرف مراتي. شرف مرات مين يا ابني؟ امال ايه اللي انت بتقوليه ده ياما؟ شرف ايه؟ عموما بكره تشوف راقب مراتك وتصرفاتها، وبعد كده هتيجي تقول لي سامحيني وانا مش هسامحك. انا بص بقول لك ايه، انت بتعملي كل ده عشان انت ما بتحبيش مراتي. قولي الصراحه، عايزه تطلعيها مني عرفيني، لا بلاش تتهميها في شرفها وان البنت مش كويسه. يا حبيبي انا بقول لك هو انا قلت لك حاجه؟ قلت لك راقب مراتك وشوف تصرفات مراتك. لما تيجي تقول سامحيني عشان كدبتني انا مش هسامحك. ماشي يا عم. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. أمال كنت فين؟ كنت عند امي. أكلت ولا وريت إيه؟ التليفون ده كده. مسحه كل حاجه ليه؟ مسحة إيه؟ مسحه كل حاجه، السجلات بتاعت المكالمات. فين المكالمات؟ ما كلمتيش حد من الصبح؟ عمر مفيش غيرك أنت وبابايا اللي كلموني. شوف الساعة. بتكلمي مين بقى غيري كده وانا في الشغل؟ كلمني ليه؟ بتكلمي مين غيري وانا في الشغل؟ لا ثواني كده. اه. أنت مدرك أنت بتقول إيه؟ أنت مدرك أنت بتقول إيه؟ انا بكلمك بكل احترام عشان ما يقلش منك. ها؟ بتكلمي مين؟ مين اللي بتكلميه عليا؟ بتخونيني مع مين؟ اه. حلو قوي. أنت رحت عند أمك وأكيد هي لقيت لك الكلمتين لو امي ما اتكلمتش في حاجه. تمام يا عمر. بابايا بقى هو اللي هيقول لك أنا كنت بكلم مين. مش قاعدة في البيت ده دقيقة. لو طلعتي مش هتعتبيها تاني. خير؟ عمر يا بابا. ماله؟ عمر بيتهمني يابا إن أنا بخونه. ايه؟ بخونه. من امتى الكلام ده؟ انا مسكني من شعري ومسك تليفوني وعمال يقول لي انت بتكلمي مين ومش بتكلمي. قلت له مسك تليفوني حتى ما لقاش حاجه على تليفوني. مش عارفه ازاي اصلا. هو مستعبط ولا مستهبل؟ مش عارفه ازاي بفكر في حاجه زي هو نسى نفسه ولا ايه؟ ولا فكره؟ ده حفي عشان ياخد منك كلمة. دلوقتي بيخونك؟ ولا مين اللي لعب في دماغه؟ هو عايز ايه بالظبط؟ هو عايز ايه؟ فهميني. مش عارفه. هو ماسك عليك حاجة؟ وانت ايه اللي مضايقك؟ مضايقش خالص ولا بيجي؟ لا انا لا اتصرف معاه بس اشوف هو ايه اللي حصل بالظبط؟ يعني ينفع؟ ايه اللي حصل. ايه حصل؟ ايه؟ شوف بنتي عامله ازاي. يا عمي يعني ينفع تسيب البيت يا عمي من غير ما تستأذن وتمشي؟ تخون بنتي؟ تخون مراتك؟ في ايه يا ابني؟ يا عمي دلوقتي الموضوع انا بسأل حضرتك في اصول. ينفع تسيب بيتها وتمشي؟ يا سلام. ده ينفع؟ ده انت انا مش عارف قوه البرود اللي عندك دي. يعني خونت مراتك وجاي لابوك. يا عم دي مشاكل. اي مشاكل بيت في الدنيا ايه؟ بيحصل فيه مشاكل. مشاكل ايه؟ ما بتتخانقش حضرتك مع مراتك يعني؟ اي بيت في الدنيا. هتخانق الا الخيانه. ماشي انا اتهمتها عادي يعني. فهمتها ايه؟ ايه المشكلة؟ لو احنا عملنا العكس ايه شعورك؟ هو في ايه؟ يا بنات الناس لعبه بايديك. انت جاي ليه؟ انا جاي يعني اشوف الدنيا ايه اللي حاصل. يعني انت مشيتوا سبت البيت وما ينفعش وما يصحش. والله لما تتهمني ان انا بخونك انت شايف ان الموضوع سهل؟ على فكره يا عمر امك هتفضل تتحكم فيك بالطريقه دي. انت مش هتعمر لا في لا جوازك امي ما بتحكمش ولا فيا. معايا ولا مع غيري. هتفضل ماشي ورا امك في كل كلمه هتخرب بيتك. انت شفت مني ايه وحش؟ متضايقه الا فيك في غيابك وفي وجودك. تتهمني ان انا بخونك. انت مش هتعمر معايا يا عمر ولا مع غيري. وانا هعيد التفكير في العلاقه دي تاني عشان طالما واحد شاكك في مراته يبقى ما هو اصلا مش لاقي كلام يتقال. مش لاقي. يا عمي بص يا ابني انا اب ماشي. اللي انا عايز اقوله لك مش امك اللي هتحركك. لازم كل قراراتك من نفسك.
كل اي موقف انت اللي تحله بايدك، ما تلجاش لحد يا ابني. انت كبرت دلوقتي واتجوزت وعلى وشك هيجيلك عيل. قرارات ارجو منك ان قراراتك تاخدها بنفسك، حياتك تمشيها بنفسك، ما تلجاش لامك، مش امك اللي هتحركك، انت مش هتتحرك، هتنقلك هنا وهنا وهنا، هتفضل لحد امتى؟ دي امك عايشه لك يا ابني. بس مش لازم الكلام ده. ربنا يهدي يا حبيبي، ربنا يهدي يا ابني.